أحلفك بروح أبوك أنت مقتنعة بعلماء الشيعة ولا جاية تسمعي لهم بس على مود تكسبين الشيعة؟ عزيزي المريض، علماء الشيعة شيوخ مثقفين واعين، يعرفون الله ويعرفون محمد ويعرفون أهل بيته. إذا أنت ما مقتنع بعلماء الشيعة، هاي الشيء يرجع لك يطبق 99 مرض، وما راح أقول لك مع احترامي إلك، لأني الشغلة صارت كلش ماسخة وصارت لعب النفس. شاكو واحد ملطلط يدخل، انتي تآمني بالشيعة، انتي تحبي الشيعة، انتي بروح أبوك تحبي الشيعة، انتي بروح أبوك تمشي ورا الشيعة. هم منهم الشيعة؟ منهم الشيعة؟ ناقشني الإمام علي عليه السلام قال لك جيب لي عالم يجادلني وجادله، تجيب لي جاهل هو راح يفوز رأسا، لأنه جاهل ما راح يعرف لا دين ولا ملة ولا مذهب ولا احترام للمقابل. الشغلة طلعت من ماعونها مثل ما يقولون. أنا أؤمن وأحب الشيعة، وإذا ما عاجبك البيب يفوت جمل وسوي لي بلوك، أوكي؟ وأنتم تنكرون، أنتم تنكرون والله خير الماكرين، أنتم تنكرون والله خير الماكرين. الحقد اللي بيكم لو دعتوا الخلق للخالق يسمع ما يشاء ويتكلم فيما يشاء، كان الناس عايشة براسها حظ، وانتم ما عندكم شغل وعمل إلا أنا تجون عندي. عمك قتل الشيعة، أبوك فجر القبة، عمك سوى، انت تحبي الشيعة، انت تكرهي الشيعة، انت تحبي الشيعة. يا أخي أنا أحبهم للموت، واتذكرها بهذا التاريخ، وبعد ما أموت تعال على قبري هم وتذكرني أن أنا أحب الشيعة. الله يشفيك. بما أني أنا دكتورة، العينات اللي مثلك بعالجهم. وصلت الفكرة يا مريض؟